في البداية كده يا معلم وقبل أي حاجة عايزك تفتكر معايا اللقطة بتاعة تمريرة زيزو لإمام عاشور اللي أحرز منها النادي الأهلي الهدف التالت عن طريق مروان عثمان. اللقطة دي اتكررت فين قبل كده وكانت في مباراة مين ومين اللي أحرز الهدف؟ قول لي في التعليقات لو أنت فاكر، وأنا هقول لك في آخر الفيديو مين اللي جاب الجون ده والتمريرة دي كانت في مباراة مين. الأهلي يكتسح وادي دجلة بثلاثية مقابل هدف يعني ملوش لازمة في آخر المباراة، بس يلا مش مشكلة، فوز مهم فوز مريح، فوز يدخلك في المنافسة مع بيراميدز وسيراميكا اللي انت ذللت الفارق بينك وبين بيراميدز لنقطة واحدة بس. طبعا مع زيادة مباراة للنادي الأهلي، بيراميدز هيلعب النهاردة مع الجونة في بطولة الدوري برضه. لو حصل أي تعثر لبيراميدز فأنت كده أنت قربت منه بشكل كبير جدا، لأن الفرق حاليا نقطة بينك وبينه، كمان قربت من سيراميكا فأنت بتقرب أكتر من سيراميكا. وأنت بتتكلم برضه إن سيراميكا عندها مواجهة مهمة ومواجهة صعبة مع النادي المصري، فكده كده بطولة الدوري لسه فيها كلام كتير ولسه فيها بدري، وما نقدرش نحكم على أي حاجة حاليا لأن البطولة لسه بدري عليه. يمكن انا قبل المباراه توقعت ان التشكيل ممكن تورو بيلعب فيه شويه او ممكن ان هو يغير كذا عنصر فيه، ومنهم كان مثلا مروان عثمان وان هو ممكن يبدا بجراديشار، بس واضح ان خلاص جراديشار بره النادي الاهلي في الفتره الجايه، وان الراجل خلاص مش عايز يعتمد عليه لان هو مش عايز يبني لعبه عليه او مش عايز يبني طريقه لعبه عليه، وبدا ان هو يعتمد على مروان عثمان اللي هو خلاص الراجل اللي موجود معاه والراجل اللي مكمل معاه، لان انا مش هعتمد على واحد هو مش موجود معايا كمان كام يوم. فانا بعتمد على اللعيب اللي هيبقى موجود معايا في المستقبل واللعيب اللي هيقدر يفيدني في الدوري وفي بطوله افريقيا. عشان كده بنشوف مروان عثمان وما شفناش جراديشار في المباراه، حتى في التبديلات الراجل ما اعتمدش عليه ولا نزله. يمكن التغييرات اللي كانت غريبه بالنسبه لكل جماهير النادي الاهلي في التشكيل بتاع النادي الاهلي هي كانت دخول محمد الشناوي مره ثانيه للتشكيل الاساسي وجلوس مصطفى شوبير على دكه البودلة، ودي كانت غريبه بالنسبه لنا جدا لان احنا خلاص قلنا الراجل بدا ان هو يعتمد كده على مصطفى شوبير وبدا ان هو يديله وهو اللي هيكمل معاه الفتره الجايه. فاتفاجئنا في المباراه بتاعت امبارح ان الراجل دخل الشناوي مره ثانيه للتشكيل الاساسي ومصطفى شوبير قاعد على الدكه. فحته التدوير في موضوع حارس المرمى دي بالذات هي مش حلوه، لان انت بتخسر الاثنين حراس، مفيش حد فيهم بيكون مستواه ثابت، محدش فيهم بيقدم لك احسن حاجه عنده ولا حد بيوصل للبيك بتاعه، فانت كده بتخسر الاثنين حراس. فما ينفعش حته التدوير دي اطلاقا في موضوع حراس المرمى. لكن احنا بنشوف في اي دوري في العالم ممكن يدور موضوع حراس المرمى دي في موضوع الكاس مثلا، انما في بطوله الدوري او بطوله افريقيا فده ما بيحصلش. ممكن واحد يلعب البطولات كلها بس بطولة الكاس بدل الحارس التاني او الحارس البديل. فموضوع الحراس ده اتمنى ان تورو بيستقر على حارس فيه ايا كان مين اللي هيستقر عليه وايا كان مين اللي هو شايفه مناسب للنادي الاهلي في الفترة الحالية فهو يعتمد عليه. غير كده انا مش عايز اشوف موضوع التدوير في مركز الحراس ده خالص. غير كده فاحنا شفنا نفس التشكيل بتاع مباراة يانج افريكانز هو اللي بدأ مباراة وادي دجلة، ودي حاجة كويسة موضوع تثبيت التشكيل ده وان انت تعتمد على نفس التشكيل، وان انت كمان عندك دكة تقيلة بره تقدر ان انت تعتمد على العناصر بتاعتها في الشوط الثاني او في اي وقت من المباراه. لان انت بتتكلم عندك على الدكه بره كان قاعد مين؟ كان قاعد بن شرقي وكان قاعد بن رمضان وكان قاعد جراديشار وكان قاعد حسين الشحات. فانت بتتكلم ان انت برضه حتى الدكه بتاعتك بره قاعد ناس تقيله عليها تقدر ان هي تصنع لك الفارق وتقدر ان هي تعمل لك اضافه في المباراه. مش عايز برضه النتيجه او الفوز المريح على وادي دجله يحسسك ان انت بتلعب فرقه سهله او بتلعب فرقه هي كده كده انت هتكسبها وكل الكلام ده. لا، وادي دجله في المركز الرابع بالتساوي مع النادي الاهلي، طبعا قبل المباراه كان ب 23 بونت برضه. فوادي دجله من الفرق الكويسه اللي ماشيه بشكل كويس في بطوله الدوري الموسم ده، والفرقه متعادله برضه مع بيراميدز اللي هي اصلا سابقاك في بطوله الدوري في المركز الثاني، كسبانه الزمالك 2-1 بالمناسبه برضه. فانت بتلعب فرقه صعبه ما بتلعبش فرقه سهله اطلاقا، فانت ما تقللش من المكسب بتاعك لان هو مكسب مهم زي ما قلت لك، ومكسب بيحط ضغط على بيراميدز وبيحط ضغط على سيراميكا. يعني انت بتتكلم بيراميدز هتلعب النهارده مع الجونه مثلا، فانت بيراميدز ما عندهاش خيار غير الفوز عشان تقرب من سيراميكا وعشان توسع الفرق معاك مره تانية. وسيراميكا برضو نفس الكلام عندها مباراه مع المصري برضو عايزه تكسب عشان برضو توسع الفرق مره تانية بينك وبينها وتحس ان هي برضو مرتاحه في بطوله الدوري وتفضل في المنافسه. فهو فوز مهم جدا يمشيك على التراك الصح، يمشيك على النسق التصاعدي اللي انت ماشي عليه من المباراه اللي فاتت بتاعت يانج افريكانز. طبعا بعد التوقف الدولي الطويل جدا انت بتتكلم ان انت شهرين ونص ما لعبتش في بطوله الدوري، فانت مباراه ترجع لك النسق بتاعك تاني، ترجعك تاني لاجواء الدوري الممتاز، ترجعك تاني ان انت نسقك يعلى في بطوله الدوري ونسقك يعلى في بطوله افريقيا، لان انت بتتكلم انت عندك ضغط مباريات كبير جدا الفتره اللي فاتت. ويمكن الراجل اتكلم في المؤتمر الصحفي اللي بعد المباراه وقال لك ان انا عندي ضغط مباريات كبير ومحتاج كل اللعيبه تكون جاهزه ومحتاج كل اللعيبه ان هي تنافس على مراكزها. ودي حاجه كويسه جدا تدل ان الراجل ما عندوش اساسي وبديل وعنده كله عنده فرصه ان هو يشارك اساسي. فانت هتجتهد في التمرين، هتجتهد في المباريات، هتقدم احسن حاجه عندك، فانت هتشارك. ودي حاجه كويسه وحاجه تخلق منافسه بين اللعيبه وبعضها وحاجه تخلق منافسه
على جميع المراكز بتاعه الملعب. بنشوف محمد هاني مستواه عامل ازاي، بنشوف مثلا زيزو بدأ يرجع لمستواه مره تانية. طبعا الهدف فرق معاه، والهدف يمكن قبل الهدف كان زيزو عنده حته انانيه شويه، وانا قلت في مباراه يانج افريكانز ان زيزو كان اسوأ لاعب في مباراه يانج افريكانز. انما المباراه دي كان اناني قبل ما يحرز ضربه الجزاء، ولكن بعد ما احرز ضربه الجزاء بدا ان هو يلعب لعب جماعي، لان الضغوط خلاص اتشالت من عليك. انت راجل جاي من على دكه منتخب مصر، ما كنتش بتلعب، شلت الليله. الناس طلعت اتكلمت ان انت عندك فنيات قليله برضه، فدي حاجه برضه صعبه، وحاجه يعني تتقال كده من ناس كويسه وناس بتفهم في الكوره، فحاجه بتاثر على اللاعب طبعا بشكل كبير. فزيزو برضه هدف فرق معاه، تريزيجيه برضه ماشي على نفس الطريق اللي هو ماشي عليه، وحته احراز الاهداف وحته تواجده في البوكس على طول، وان هو بيكمل كمهاجم تاني ويقدر ان هو يحرز اهداف، دي حاجه مميزه جدا في تريزيجيه ويقدر ان هو يعملها. طبعا كان من صناعه تريزيجيه وخطا من الباك اليمين بتاع وادي دجله كلفه طبعا هدف. وتريزيجيه طبعا هدوءه وقفنا على الكوره دي حاجه برضه تحسب له، لان كان حد تاني كان ممكن يشوطها على طول، كانت ممكن تخبط في المدافع او الحارس ان هو يطلعها، ولكن الراجل خد الحارس باللاعب اللي كان واقف وراح حاططها بمنتهى الاريحيه. فانا بقول لك هي مباراه فيها مكاسب كتير، مباراه ترجعك للنسق تاني، مباراه ترجع لك ثقتك مره تانيه في بطوله الدوري، لان انت اخر مباراتين ليك كان في بطوله الدوري انت ناهيهم بالتعادل سواء امام بتروجيت او امام المصري. فهي مباراه فيها مكاسب كتير جدا. طبعا امام بيكمل المستوى التصاعدي اللي هو ماشي عليه من ساعه ما كان في المنتخب يعني، وبعد عودته من الاصابه مره تانيه. بس امام انا مش عايزه حته الزعل وانت خارج من الملعب عشان اتبدلت دي، انا مش عايز اشوفها، لان انت بتتكلم ان انت عندك ضغط مباريات كبير جدا الفتره الجايه، والراجل عايز يحافظ على كل اللعيبه، مش عايز حد يقع منه، مش عايز حد يتصاب منه، مش عايز حد يقع منه بدنيا. كل الكلام ده الراجل مش عايزه. انت بتتكلم مثلا ان امبارح كان الثلاث والاهلي كان عنده مباراه في بطوله الدوري، وقبلها يوم الجمعه كان الاهلي عنده مباراه في بطوله دوري ابطال افريقيا، يوم السبت الجاي عندك مباراه برضه في دوري ابطال افريقيا، ويوم الثلاث عندك مباراه في الدوري، ويوم الجمعه اللي بعدها عندك تقريبا مباراه في الدوري او في دوري الابطال. فانت بتتكلم ان انت عندك ضغط مباريات كبير جدا جدا الفتره الجايه، يمكن هتقعد فتره كبيره على نفس النسق ده. فالراجل محتاج كل اللعيبه تكون جاهزه، ومحتاج كل اللعيبه تكون موجوده معاه وانت كسبان ومرتاح. فانت مش محتاج، الراجل مش محتاج يكون في الملعب، محتاج ان هو يدي ثقه لحد تاني، محتاج حد تاني ان هو ينزل ويقدم برضه اللي عنده عشان خاطر يجهزه للمباريات الجايه. انا مش عايز حد يزعل من حته ان هو يخرج من الملعب او الكلام ده، لان انت محتاجينك في المباريات الجايه. يمكن سريعا كده عايز اتكلم على صفقه مروان عثمان. يمكن الراجل لسه صغير في السن، الراجل عنده كواليتي مميز، يمكن دي احسن مهاجم حاليا في الدوري المصري هو مروان عثمان، على المستوى اللي احنا بنشوفه والمستوى اللي بيقدمه حاليا. فالراجل ده اعتقد ان هو مستقبل، وانت كده كده هتجيب مهاجم تقيل افريقي او ايا كان يعني جنسيته ايه، فانت كده كده ناوي ان انت تجيب مهاجم تقيل، ناوي ان انت تجيب مهاجم اساسي. فانت لازم يبقى عندك فرده تقيله محليه موجوده برضو معاك في الفرقه، والفرده دي هي مروان عثمان. فانا اتمنى ان النادي الاهلي يخلص صفقه مروان عثمان، لان انت بتتكلم برضو ان محمد شريف بعيد جدا عن مستواه، فانت ما عندكش حاليا غير مروان عثمان. جراديشار كده كده هيطلع، وانت بتتكلم ان في مهاجم جاي. فانا اتمنى ان الاهلي يخلص صفقه مروان عثمان ويسيبه بقى من حته الاعاره دي، لان اللاعب لو اتالق مع النادي الاهلي فانت كده كده هيبالغوا في سعره. فانت الحق نفسك من دلوقتي قبل ما يخش معاك بيراميدز او اي حد تاني في الصفقه، فانت خلص الصفقه من دلوقتي وريح دماغك منها. الولد مبشر ومستواه كويس ولسه صغير في السن، فهو مستقبل بالنسبه لك تقدر انت تعتمد عليه في الفتره الجايه. فاتمنى ان الاهلي يخلصه. وشفنا طبعا الهدف، بنشوف تحركاته، سيبك من الهدف، بص على تحركاته في كل حته في الملعب، والراجل بيتكلم عليه ازاي بعد المباراه في المؤتمر الصحفي، وبقول لك ان انا شغال عليه بشكل كبير عشان اطور حته اللمسه بتاعته وحته اللعب بتاعه. فاتكلم برضه ان هو عنده امكانيات كبيره بس محتاجه تطوير، فالراجل شغال على كده. فاتمنى ان النادي الاهلي يخلص الصفقه دي بيع نهائي ويسيبوا من موضوع الاعاره، لان هي فعلا صفقه مهمه وهتفيدنا كتير في الفتره الجايه. قبل ما اختم الفيديو بالمناسبه بقى، كانت الهدف ده كان امام الزمالك، واللي احرز الهدف ده كان بن شرقي. وبس يا معلم، دي كانت كل حاجه في فيديو النهارده عن مباراه الاهلي وادي دجله اللي قدر النادي الاهلي ان هو يحسمها بفوز بثلاث اهداف مقابل هدف، ويقترب من بيراميدز وسيراميكا ويضغط عليهم اكتر في بطوله الدوري. دي كانت كل حاجه في الفيديو بتاع النهارده عن المباراه. اشوفكم على خير. السلام عليكم.